السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأحباب الكرام. اليوم إن شاء الله تعالى عندنا واحد القصة عظيمة فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها واحد الضيف، وفيها سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر قال لك واحد النهار حنا جالسين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يجي واحد الراجل جلس حدا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الراجل هذا حالته مزيانة نقية، لابس البيض، شعره كحل، ما عليه لا أثر سفر، ولكن حنا ما تنعرفوش. وبقى كيسول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له أخبرني عن الإسلام. وقال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال له صدقت، أخبرني عن الإيمان. داك الصحابة كيفاش هذا كيسول وكيقول له صدقت. قالوا سيدنا رسول الله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال له صدقت، أخبرني عن الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال له صدقت، أخبرني عن الإسلام. قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. شاب حاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضر عند سيدنا عمر، قال له واش عارف شكون هذا الراجل اللي كان معنا؟ قال له لا. قال له هذا راه سيدنا جبريل عليه السلام جاي يعلمكم الدين ديالكم. علاش سيدي ربي سبحانه وتعالى دار لنا هاد الجلسه النورانيه المباركه باش يتكلم لنا فيها سيدنا رسول الله هادشي قدام سيدنا جبريل عليه السلام والصحابه كيتصنتوا؟ لان هنا ربي سبحانه وتعالى غيدوز لنا الدين كامل، الدين كامل في هذا الحديث. كاين الاسلام وكاين الايمان وكاين الاحسان ثم ترقب الساعه. الاسلام هو اللي كيعيشوه الناس العاديين، وهو لي بيلي ديال الدين: الصلاه، الصيام، الزكاه، الحج والشهادتان. الا ما عندكش كاين مشكل في الاسلام ديالك، كتشك في شي وحده فيهم ما تيقش فيها، الاسلام مشى. الايمان امور غيبيه كيترقى العبد بديك الامور ديال الطاعات اللي كيديرها في الفرائض، كيترقى وكيبقى يهز واحد شويه ديال الشعاب اللي تكلم عليهم سيدنا البخاري رضي الله عنه وارضاه في الحديث الشريف، بان الايمان 70 شعبه، المسلم 60 شعبه، اعلاها قول لا اله الا الله وادناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، طالعة هابطة مع الشعاب كاملين. يعني هذا الإيمان كيتكون من واحد بزاف و70 ديال الشعاب اللي هما كيكونوا لنا واحد الواد كبير. فاش كنجمعوه وكنتخلقوا بهم كنوصلوا للبحر ديال الإحسان. البحر ديال الإحسان كتكون وجدتي بالإيمان، وجدتي بالخصال ديالو، أصبحت مؤمنا حقا، فتتنظر بإذن الله عز وجل في العبادة ديالك أن الله عز وجل كيراقبني، أن أعبد الله عز وجل كأنني أراه وأستحضر مراقبته، بحال راه كيشوف فيا، لأنني أنا بالضعف ديالي ما تنشوفوش، ولكن راه تايشوف فيا، ودائما كنستحضرها، ودائما كتكون عبادتي لله عز وجل في سرها وعلانيتها. كيفاش غادي ندير لها؟ خصها مجاهدة، خصها صبر، خصها عبادة، خصها صحبة المحسنين. وفي صحبة المحسنين فين غنبقاو باذن الله عز وجل نتكلموا في المستقبل. نخليكم لحد هنا ان شاء الله، ولكن جايه واحد السلسله اخرى غنتكلموا فيها على المحسنين، كيفاش رباو، كيفاش كيربيو، كيفاش بغاونا نربيو. غيعلمونا منين جينا وشنو بغينا وشنو بغى الله منا وفين غنكونوا في المستقبل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.